تعادل المنتخب المصري الثاني رقم 2 مش المنتخب الاولاني مع منتخب الكويت 1-1. بصراحه تعادل بطعم الخساره، لانه انت بتلاعب الكويت مع احترامنا للكويت والفريق الكويت، بس الفريق بتاعهم ما جاش. يعني احنا في الشوط الاولاني كنا كويس، يعني نوعا ما مش هقول ان احنا ممتازين يعني، وكان عندنا فرص وكل حاجه، وكان ممكن نطلع من الشوط الاولاني اصلا كسبانين 2-0 ولا حتى 3-0، بس مع الاسف احنا ما عندناش مهاجم. وانا مش عارفه والله يا كابتن حلمي، انت اخترت محمد شريف معاك بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ده احنا هنا يعني احنا مش طايقين نفسنا منه في الاهلي، من اللي بيعملوه فينا. انت ما كنتش شايف طيب الماتشات الاهلي وهو مستواه عامل ازاي عشان تاخده معاك المنتخب؟ ما تشوف اي حد تاني يا عم. يعني انت مش عارفه اختيار محمد شريف بناء على ايه بتختاره؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، محمد شريف اللي اصلا محسسنا ان هو يعني كان عامل كل اللي عليه في الماتش. انت يا ابني ما بتعرفش تستلم الكوره يا ابني، ده انت يعني مش عارفه اقول ايه والله، ده انت ده جبت لنا الضغط. انت مش عارف تستلم الكوره اصلا، مش عشان تحطها جون كمان. يعني انت حسستنا ان انت عامل كل حاجه في الماتش ممكنه وغير ممكنه، لدرجه ان انت وانت طالع من الماتش وانت طالع في التبديل زعلان. والناس اللي ماسكه في السوليه وتقول لك السوليه ضيع ضربه الجزاء وصمم يشوطها ومش عارف ايه وايه، انتوا يا جماعه خلاص واحد شاطها وضاعت خلاص، يعني خلاص. هي يعني لو اي لعيب تاني شاطها وضاعت كان هيبقى ايه الوضع؟ ما عادي، ما اي حد بيضيع ضربات جزاء عادي عادي. انما انتوا شايفين محمد شريف طيب مستواه عامل ازاي؟ شايفين ما عندناش مهاجم اصلا؟ انتوا ماسكين في عمرو السوليه وسايبين المهاجمين اللي ما بيعملوش اي حاجه في حياتهم. يعني لولا الكوره اللي محمد بسام صدها، واللي انا في وجهه نظري محمد بسام صراحه يسال عن الجون الاولاني، لكن الكوره دي تحسب له ان هو صدها، لانه كان لو ما يعني لو دخلت جون خلاص كده كان الماتش خلاص 2-0 رسمي، كنت هتخسر. من الاخر كده ما فيش شغل اتعمل على المنتخب ده من الاخر والله العظيم. لا اشتغلتوا مثلا على لعيبه عندها شغف كده عايزه تكسب، ولا عايزه تعمل حاجه عشان توصل للمنتخب الاول تقدموا. يعني انتوا المفروض ان كفريق المفروض ان انتوا تطلعوا لعيبه تروح المنتخب الاول بقى. مع الاسف اختياراتكم للعيبه كتير مش صح، واختيارات في ناس كان المفروض تيجي على حساب ناس تانية موجوده دلوقتي ما بتعملش حاجه، ولا جبتوا لعيبه تلعب ولا اللي معاكم بيعملوا حاجه. وعندك الماتش الجاي الامارات واللي بعده الاردن، والاردن هتلعب بكل لعيبتها بكامل صفوفها. ورينا بقى هتعملوا ايه.